إخواني المتابعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله. فيديو اليوم كيفية تقطيع وتركيب زواقة عتبة الباب من بقايا الزليج. كما كتشاهدوا عندنا هنا العتبة ديال الباب فيها 18 سنتيم، قطعنا لها المرصوات بالأسود 2 سنتيم. بالنسبة لهذا المرصوات اللي كنخدموا عليهم دائما كنقطعوهم 7 سنتيم، وكنعملوا هذيك الزليجه اللي كنشدوا بها الكباري، كتكون اما 14 على 14 على شكل مثلث، وكنقطعوا بهذه الطريقه باش يعطينا ديك التشكوضيره. فبالنسبه للدرجه على حسب الانواع ديال الزليج ممكن تعمل انت اكثر من نوع، اكثر من 2 ديال الانواع، وكتاخذ هذا المقاس بهذه الطريقه. يعني بالنسبه لنا حنا عندنا الا عندك 18 ولا 20 في الدرجه، المهم على حسب المقاس اللي عندك، وتاخذ واحد العبار وتاخذ ليه العبار بهذه الطريقه باش تقطع هذوك المرصوات يجوك في الطريقه ديال التقطيع ديالهم سهله. يعني كتاخذ العبار في الكباري ديال الماكينه وتقطعهم بهذه الطريقه، يعني نفس الشيء كيجوك جميع المرصوات او التقطاع ديالهم بنفس الطريقه. يعني اسهل، هذه تقريبا اسهل زواقه ديال عتبه الباب واسرعها، يعني ممكن تعملها كانك ثاني شيء في جميع المرصوات اللي شايطين اللي عندك، يعني جميع البقايا ديال الزليج ممكن تعمل فيهم هاد الزواقه. على العموم حنا دائما كنحاولوا نشاركوا معكم جميع الديكورات ديال التركاب وتقطيع الزليج. على العموم الا كنت مهتم بامور البناء وتزيين المنازل، سواء كنت حرفي مبتدئ او كصاحب منزل، فزورنا عن قناتنا الرسميه قناة محترف الزليج، فيها جميع الأمور ديال تزيين المنازل وبناء حمامات إلى آخره، أو على صفحتنا على الفيسبوك اللي غادي نخليها لكم في صندوق الوصف. وانت كتشاهد الفيديو ما تبخلش علينا بزر الإعجاب والاشتراك في القناة إلا ما مشترك، وأخي اللي متابعني على صفحتي على الفيسبوك فما تبخلش عليا بزر المتابعة ليصلك كل جديد إن شاء الله. ونتمنى الفيديو ينال الإعجاب ديالكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. يا حافظ القرآن هاكم فرحة، فلقد بلغتم ختمة القرآن. ما أروع اللحظات حين تصرمت أوقاتكم في لذة الإيمان. يا حافظ القرآن هاكم فرحة، فلقد بلغتم ختمة القرآن. ما أروع اللحظات حين تصرمت أوقاتكم في لذة الإيمان. وقضيتم الساعات في آياته، ترتيلكم نبض بكل مكان. همم تفاخر أمتي بسموها وعلوها عن لوثة الأدران. لا نوم يغريكم ولا لهو ولا لعب مع الأنداد والأقران، بل كان يجذبكم كتاب محكم ترجون ختما قبل فوت أواني. يا حافظ القرآن هاكم فرحة، فلقد بلغتم ختمة القرآن. ما أروع اللحظات حين تصرمت أوقاتكم في لذة الإيمان. الله أكبر، جاء حفل ختامكم، طوبى لكم أجرا من المنان. الله أكبر.